السلام عليكم يا شباب، معكم يوسف من قناة جوزيف بلاي. عدنا لكم في فيديو جديد. اليوم سنلعب ضد المنتخب الفرنسي وهي المباراة الحاسمة. اليوم ما ثماش رحمة، ما ثماش تفليك، لازمنا نربحوا نحصل نتحصلوا على 9 نقاط ونتأهلوا بالعلامة الكاملة إلى دور 16. دونك لهنا منتخب التونسي بالطقم الابيض، منتخب الفرنسي بالطقم الازرق. المباراة باش تكون صعيبة برشا، كرة كلاسيك باش نلعبوا ستاد دو تومبل. دونك ما نساوش انو اللعبة فوتبول 2026، انه ان شاء الله سأحاول تحقيق ما اريد ان اصل اليه، وهو تحقيق كأس العالم بالمنتخب التونسي في السلسلة الأولى في مسيرتي على اليوتيوب، وهذا ثالث فيديو. دونك نبداو مادام كل شيء حاضر، ما فما حتى مانع. نبداو على بركة الله. هذا الملعب كبير على ما أظن صورته. دونك نبداو. هذه هي تشكيلتنا الأسطورية الخرافية. نعم، تشكيلة باش نلعبو 4-3-3 أوفر 76. دونك نبداو. ما شاهدناش تشكيلة المنتخب الفرنسي. مرحبا بكم في المباراة. يبدو أن الجماهير متحمسون حقا للمباراة. المعلق العربي. دعونا نرى اختيارات المدربين. الشعب يوما أراد الحياة فلا هذه هي الصافرة، ركلة البداية. لازم الوطن. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. تمريرة بينية رائعة، تمريرة لطيفة وجميلة، تسديدة قوية ارتطمت بالقائم. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. قراءة رائعة للاعب، لقد سجل والهدف. سليتي هدف رائع. حطوا تعليقكم من 10 على الهدف. كالعادة الأهداف مازلنا متواصلين، ماهوش أول هدف نعديو ونربحوا الوقت. تنطلق الكرة، فوق 10. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. فقدان الاستحواذ. دفاع رائع. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. يحمل الكرة إلى الأمام. مر ربع الشوط وكلا الفريقين يظهران نوايا إيجابية. تسديدة، والهدف آخر، أداء رائع يرفع معنويات الفريق بأكمله. مرة أخرى فقدان الاستحواذ. مازال دفاع رائع، لقد أوقفوا هذا الهجوم. يبحثون عن خلق مساحة. اعتراض في الوقت المناسب. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. تمريرة بينية، تمريرة خاطفة. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. أطلقها بسرعة، وركلة مرمى تصطدم بالقائم. النتيجة الآن 2-0. حاول تمريرة بينية. فقدان الاستحواذ. تمريرة بينية جميلة. فقدان الاستحواذ. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. قطعة دفاعية جديدة تنهي الخطر. الماتش مازال متواصل. فقدان الاستحواذ. فقدان الاستحواذ. حركة مهارية ما ضاعت. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. الله، تسديدة قوية. يا لها من ثلاثية مثالية. تنطلق الكرة. نخسر. فقدان الاستحواذ. قد يتمكن من التسلل خلف الدفاع. شنو هذه؟ مش فوت، ظلموني. إنها مخالفة. الحكم سريع في مكان المخالفة. كل شيء
تسديدة. فرصة رائعة للاعب رائع، لكن النهاية لم تكن متوقعة. يبحثون عن الاحتفاظ بالكرة. تدخل في الوقت المناسب. كما تشوفوا 6 دقائق. معركة حقيقية على الكرة هنا. تمريرة بينية. يحمل الكرة إلى الأمام. هل دخلت؟ كانت تسديدة قوية. يا لها من توقعات رائعة من الحارس. هذا الهدف الرابع من كوناتي. كما قلت لكم ما سميش رحمة أول فيديو مرة أخرى وينتهي الشوط الأول. بدأ الشوط الثاني من جديد. في الشوط الثاني تمريرة عرضية. كان سجل تمريرة خاطفة. 3 أهداف وتونكتي سجل هدف. هل دخلت؟ كانت تسديدة قوية. تم التصدي من الحارس بشكل مثير للإعجاب. في مباراة نحاول نصبها وهي صعيبة. نحن علاش لا. تمريرة طويلة وجميلة. باهي مش مشكل. تسديدة قوية. الحارس لم يتعرض للضغط. مليون بيشعروا هكا كوب قرنيطة قول بافانو. تصدي رائع. فقدان الاستحواذ. المنتخب الفرنسي ظهر مش خبزة وبرا. يكافح للتسديد. يا للأسف يبدو أن اللاعب نسي حذاء التسديد الخاص به. اعتراض في الوقت المناسب. ثلثاء المباراة انتهى. معركة تكتيكية مثيرة. حركة جيدة للكرة وموقف جيد هنا. فقدان الاستحواذ. تمريرة بينية رائعة. كرة عن جايريز بيل هرب. شت دخلت. كانت تسديدة قوية. الهدف الخامس. تنطلق الكرة. دقيقة 70. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. سيقضين عليه المنتخب الفرنسي. لاعب جيد 1 ضد 1. تمريرة بينية رائعة. متواصل. تعرفي شكون تدخل في الوقت المناسب. شباب كان تتذكروا اللاعب اللي حكينا عليه. يمررها نحو الأمام. يجب أن يكون التسديد في الهدف من تلك المسافة. الهدف السادس. قلت لكم اللاعب اللي حكينا عليه دراجس رقم 20 في التبديلات تستعد. عملت ريسيرش عليه. عرفنا اللي هو أصبح يلعب حتى رجل رياضي تونسي. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. يلعب مباريات حتى مباراة. تمريرة بينية. ممكن نرجعوا. سيسي في كل محفل تلقاه. تسديدة قوية. والهدف. هدف سليتي مركز سوبر هاتريك جميل جدا. قرروا أن الوقت قد حان له للذهاب إلى مقاعد البدلاء. تنطلق الكرة. هذه نتيجة خرافية. يبحث عن مسار تمرير. كرة طويلة جميلة. لقد تم قطع الإمداد هنا. إنها بطاقة صفراء لا خلاف عليها من اللعب. ترى هذه تستاهل. والله مسيت كرة. إنها عملية تبديل. بدأ يتحرك شوي ديمبلي. إنها تسديدة على المرمى. تصد جيد. يفشل في الاحتفاظ بالكرة. لم تكن محاولة صعبة للحارس. جدار الأمان. تمريرة بينية.
أطلق الحكم الصافرة ولدينا النتيجة النهائية 7-0. ورسميا تأهلنا إلى الدور 16 اللي هي حاجة مستحيلة كي نشوفوها في الحقيقة. خيبة يا أمل كبيرة له من نصر دافئ، القادة يستمتعون حقا المنتخب بالمباراة. الفرنسي 7-0. دونك هذه إحصائيات المباراة. في كل شيء كنا خير منه. استحواذ احنا 62 هما 38. شوتات تير كادري 15-10 هما 3-2. كوب فرون 3 هما خير. كورنير عنا كورنير. اورجو ما فماش. باس ريسي 47-35 14-10. الذين هما اللاعبون الذين سجلوا الأهداف. لعيب سليتي سجل السوبر هاتريك. سخيري ماركا بونتو. سعد وتونكتي. دونك هذا هو المباراة. خليكم توا قلتم تفرجوا على الفيديو، حطوا لايك واشتراك، متنساوش تدعموا القناة. ان شاء الله منطاش عليكم ونهبطوا مباراة دور 16.